وديروا في بالكم راه المغاربه كاملين معكم من صحراء الى البوغاز، وراه حنا كنبغيو. المباراة المهمة بين المنتخب الوطني المغربي على مستوى منافسات الكينغز ليغ دوري المدرجات. هذا الملعب الذي يؤكد اليوم بأنه بالفعل الجمهور المغربي أندري شيفشينكو. بالفعل هناك رسائل إيجابية من أجل تقديم كل الدعم وكل السند اليوم. هكذا ما نتمناه. بداية نادير، أفضل لاعب صاحب على مستوى دوري الملوك، يجب استخلاص جول 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 أول للمنتخب الوطني المغربي، والدقة إن شاء الله لما لا على انتصار اليوم وتأهل. في حالة تأهل المنتخب الوطني المغربي سيواجه المنتخب الياباني في المرة. محاولة البداية مع حارس المرمى، فرصة الهدف، وضعت فرصة هدف ثاني للمنتخب المغربي. مجيد الخال بدا بمروان واصل بالنسبة لكينغز تلعب الكرة بهذا الكيفية. عملية تحضير، ضغط فرصة. مبارك بوصوفة تقطع الكرة، مبارك يلا يا مبارك يلا يا مبارك، لمسات مبارك تلعب في اتجاه بالنسبة لهذه المجموعة من جديد. ضغط متقدم لعناصر المنتخب المغربي مباشرة المغربي. فرصة مبارك بوصوفة التسديد، مبارك بوصوفة وزكريا حدراف في البحث عن التسديد. يلا يا زكريا سدد سدد سدد. ديجا زكريا حدراف ضاعت حذاري تسديدة فوق مرمى التمرير. افضل الى حدود وسط الميدان، محاولة تقدم هنا، الفرصة قد تظهر، اختار الجانب المهاري. تمشي لعصام الراقي. عصام دائما يحتفظ بالكرة، العودة الى الخلف الى نادي. هل سيشارك في هذه المباراة؟ اتمنى. طويلة الكرة أمامية بعيدا، أجواء احتفالية سواء بالمدرجات. تضيع الكرة من فؤاد العمراني، يعود فؤاد بسرعة، فؤاد إلى جانب توبة. العين على الشباك من أجل تسجيل هدف ثاني. مباراة صعبة. حذاري الشباب، حذاري، تسدد الكرة الأولى والثانية، ترتد وتغادر نحو تعود المنتخب الأوكراني. سعود، تسديد من سعود، تسديد الجماهير المغربية. سعود للاستلام والدوران، سعود يلعب إلى مهدي العمري. التعرف على دقيقتين القادمتين كيف ستلعب. حذاري من الأخطاء على مستوى الخط الخلفي. هل يختار العددية المنتخب الأوكراني؟ لا، عصام يلا يا عصام يلا يا عصام يلا. فرصة مغربية، تسديد دائما المحاولة قائمة. المغربي فرصة عصام، يا عصام خطيرة. فرصة الهدف جول. نتابع تجاوزت الخط نادر وبوصوف. فرصة للمنتخب المغربي، البحث عن التسديد، خطيرة. جول من دون حارس المنتخب الأوكراني، من دون حارس. فرصة الهدف الثالث، استمعوا ماشي دابا نترونوا. المجموعة مواصلة الهدوء والتعامل بنوع من الذكاء. الحديث عن نادر بوصوفة تلعب هذا الكيفية، البحث عن المرور. فؤاد العمراني لاعب النجم، البحث عن التسديد من حد دار ايضا اولينياك. متابعة لولا الظروف لما لا في هذه المباراة. تلعب على مستوى الجهة اليمنى، البحث عن التسديد، الحسن حظا. سعود العودة إلى مزيريرة. عدم ترك الفجوات والممرات، حذاري شباب، حذاري، تسدد فوق المرمى. صعبة الكرة، عناصر المنتخب الأوكراني في هذه اللحظات. هنا تسديدة سهلة للحارس مزيريرة. دفع المنتخب الأوكراني، تحول سريعا للمنتخب المغربي. فرصة جول. هذا الهدف من جانب ابن الشديد، رئيس شوت اوت. وبعد ذلك يلعب المنتخب المغربي. فرصة أخرى خطيرة، يمبارك سدد. اللاعب النجم بعد التوقيف الانفراد من زكريا حدراف. فرصة خطيرة، وضعت
المنتخب الاوكراني تلعب على مستوى الجهه اليسرى، البحث عن المرور، العوده من جديد. فؤاد العمراني، يلا يا العمراني، فؤاد العمراني، يلا العمراني يضيع. للاسف ضاعت يا نهايه الوقت، ممتاز، نهايه الوقت، نهايه الوقت. بالفعل تضيع ضربة الجزاء. نعرف بأن نادر لواح وأيضا فؤاد العمراني يعرفان بشكل ذكي. اغلق الزاوية جميلة من جانب عناصر المنتخب المغربي، فرصة خطيرة. يلا الشباب، تعود من جديد كرة للمنتخب المغربي طويلة أمامية، فرصة بعيدة نسبيا عن نادر. هدف خامس، محاولات سنتابع التسديد. تلعب الكرة بهذه الكيفية، تغطية من عصام الراقي، راقي في كل شيء عصام. طويلة هي الهدف لولا الظروف. محاولة حذري يهور هالكين يمنح هدف المنتخب الأوكراني. تضيع، يسترجع التوبة محمد سعود، نقلات قصيرة من جانب النخبة المغربية. يلعب إلى من؟ حاتم سعود يلعب إلى حاتم الدقيق بنوع من الذكاء. حاتم يلعب إلى نادير، أمامه لاعبين، يلعب بهذا الكيفية بين خطيرة. جول 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 خامس للمنتخب الوطني المغربي. جول. صار المنتخب المغربي سيجعل الدور المقبل في مواجهة كوتش مونتال وجه لوجه. فرصة الحكم كوقت محدد بعد ضياع هذه الفرصة. تلعب الكرة بهذه الكيفية، مر عمري، مر بهذه الكيفية ومر امام الحارس الاوكراني. والمنتخب المغربي سيذهب للفرصة الاخرى من اجل المرور لدور من قلب الارض المملكة العربية السعودية. نواصل معكم من اللقطة هنا التسديدة.